بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا أعزائي المشاهدين، معكم في برنامج أوفرات. أنا عارف إنه وقت الحلقة بطيل شوي والغلط مني أنا محد البرنامج المقدم المفروض يكون أسرع، ولا المحللين ترى لو أخذ راحتهم والله ما نقعد للصباح ما نخلص. رحبوا معي بضيفين البرنامج الكابتن محمود فرج يا سهل والكابتن عبد الله العتيق. حياكم الله. مرحبا فيكم في أوفرات 7. شرف. اهلا بك. الله يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين. الآن نروح أعزائي المشاهدين نروح فقرة أوفرات العناوين ونرجع لكم مرة ثانية. الكاميرا الطايرة في أرض الملعب، يا الإعلام وش خليته وش بقيته؟ يا عيني عليك يا النجمة، ضربت مغيرة بال5. الجبلين يفاجئ الجميع، لولا الطرد كاد يسويها. انتهت مواجهات هذا اليوم بين فريق النجمة ومغيرة بفوز فريق النجمة 5-1 هذه في المباراة الأولى، بينما في المباراة الثانية فاز فريق السلام على فريق الجبلين بنتيجة 3-1. نشوف معنا الترتيب أعزائي المشاهدين الموجود قدامكم على الشاشة. صار عندنا في ترتيب المجموعة الثانية فريق السلام ب6 نقاط، وفريق النجمة في المركز الثاني ب3 نقاط، ومغيرة في المركز الثالث ب3 نقاط، يفرق ما بينهم فارق الأهداف. والجبلين في المركز الرابع بلا نقاط. كابتن محمود، مواجهة اليوم ما بين النجمة ومغيرة نتيجة طبيعية ولا كانت متوقعة ولا كيف؟ هي يعتبر كانت شبه متوقعة بشرط واحد، ان النجمة كانت تصحح بعض الاوضاع احنا اتكلمنا فيها، واتوقع ان اليوم هم سمعوا كلامنا وصححوا بعض الاشياء زي اللعب ب2 محاور ثابتين. و يعني كانت طريقة اللعب، احنا اتكلمنا على فريق النجمة كان بيلعب ب3 في خط الظهر. قلنا ليهم او قلنا لمعظم اللاعبين او الفرق اللي كانت بتلعب ب3 في خط الظهر، قلنا لهم يا اما تخلي في عند وعي عند الظاهرين وعي خططي عالي، او انك تثبت 2 محاور عشان تلعب باللاعب اللي هو اللاعب بيرلو اللي هو اخد افضل لاعب تحرره شوية من فكانت طريقة لعب النجمة اليوم بيلعبوا ب3-2-3-1، وهذه كان حرر اللاعب بيرلو النهاردة، فكان تصحيح أوضاع النجمة هو اللي وصل النتيجة على مغيرة الكده. طيب كابتن عبد الله، النجمة نزلت بتشكيلة مغايرة عن المباراة الأولى. لا والله نفس التشكيل. شاف نواف مزعل اليوم. نواف مزعل بس يعني أخروا له طبيعي يعني. على فكرة أنا توقعت المباراة يعني لو ترجع لتحليل أمس توقعت أنها حتكون كبيرة للنجمة. إيه؟ قلت أن النتيجة حتكون كبيرة، وهي فعلا كبيرة. عطفا على 5 طبعا أكيد كبيرة، عطفا على مستوى النجمة، لأن النجمة في المباراة الأولى ما ظهر يعني بالشكل المطلوب. المباراة دي زي ما قال الكابتن محمود يعني صححوا التشكيل، وضح يعني تخطيط المدرب وشغل الكابتن في الملعب. يعني اليوم اللاعب محمد القاضي تحرر تماما، صار أخذ راحته. صار كان يلعب عرضي، الآن صار يلعب طولي، وهذا ساعد الفريق بشكل كبير يعني. لأنه كان في المباراة الأولى أبو حازم كان يعتبر شبه محور ثاني بالضبط، فكان واجباته الدفاعية كانت عالية، لكن النهاردة هو تحرر نتيجة أدى واجبات هجومية أكثر. قلنا فريق مغيرة وين مغيب؟ يعني ما شفنا الفريق اللي ظهر قدام الجبلين غايب عنه، يعني اللي شفنا بس الكابتن عايش وزياد مزبوط، والبقية فريق مغيرة تماما ما شاف أسماء. صح. وهو في المباراة الأولى نفس الشيء يعني عايش أكثر واحد ظهر هو زياد.
ومثل ما قلت لك الخصم، اختلاف الخصم يعني. اليوم النجمة داخل المباراة على أساس أنها حياة وموت. أيوة مصيرية بالنسبة له، تعني الكثير يعني، لابد أنه يفوز على أساس يتأهل، ومو ضامن المباراة يعني. رغم أنه يعني فريقهم غير يمكن فنيا أقل من فريق النجمة، ولكن برضو النجمة داخل في خوف يعني، في خوف من المفاجآت اللي ممكن تحصل. بدليل الهدف الأول. بدليل الهدف الأول. ايوه، ما كانش فيه الهدف الأول لما سجلتهم غيره، ما كانش فيه لسه نوع من التركيز عند فريق النجمة. فقل التركيز النجمة، بعدين الهدف فوق النجمة. فأتوقع إن دي كانت نقطة التحول. الهدف ده هو هدف الصيحة اللي خلى النجمة تبدأ الاستثارة، عشان زي ما بيقول أبو حازم يعني. سمعوا كلامك في المباراة الأولى ونزلوا الكابتن إبراهيم رشود. هو كان في نقطة يعني عشان لازم أوضحها يعني. ولعب المباراة كاملة. كان لازم أوضحها برضو يعني. في نقطة إن إحنا من هنا بنحلل على أساس إن إحنا ما إحنا داريين إيش وضع الفرق يعني. ممكن لاعب مصاب، ممكن لاعب اعتذر، ممكن لاعب عنده ظرف أو شيء. فإحنا بنحلل اللي إحنا شايفينه على أرض الواقع، لأن ممكن إبراهيم كان عنده شيء، فممكن إحنا نكون أقصينا على إداريين الفريق أو المدربين في اللحظة دي. لكن إحنا بنشوف اللي إحنا من وجهة نظرنا شايفينه الصح. فأنا كنت شايف وقتها إن إبراهيم على الدكة. فإبراهيم اليوم إحنا أتوقع إن شفناه هو وياسر مسعد الاثنين لما نزلوا في نص الملعب كمحاور ثابتين. فكان إبراهيم كمان، إحنا قلنا أمس حتى قايلينها، إن المحور الثاني لما بيساعد، وهذه كان خطأ العريق أمس، المحور الثاني لما بيساعد قلب الدفاع لو بيلعب ب3، فكانت هي دي نقطة التحول. إن إبراهيم ساعد النهاردة قلب الدفاع زياد زيد أو زياد محمد زيدان. لا قلب الدفاع حق النجمة. محمد زيدان. لا، محمد زيدان كان ظهير يمين. يزيد الأسمري. يزيد هذا كان قلب الدفاع الثابت. فكان إبراهيم الرشودي بالتناوب مع ياسر مسعد كانوا بيغطوا معاه على إن هم يقفلوا على المهاجم الصريح. فأنا أتوقع إن هم اليوم حاولوا يقفلوا الجزئية دي باثنين محاور ثابتين. حرروا محمد القاضي، خلاه يلعب بحرية. المباراة اللي فاتت القاضي كان بيلعب عرضي كله لعب ايه، نقل من اليمين لليسار، من اليمين لليسار. وهو المفروض هو اساسا بلاي ميكر، صانع لعب، يحاول يدينا ثرو باص ممتع، يحاول يوصل، وهو عنده اللمسة دي ما شاء الله يعني. فالنهارده وصل لزياد فالح كورتين، وصل لأحمد اللي هو المهاجم اللي رقم 7 أحمد إبراهيم، جاب هدفين. وصل له برضه بعض الكرات التمرير اللي هو الثرو باص اللي كان بيوصل من نص الملعب. فأنا أشوف النهارده كان هم أفضل، كانوا مركزين للفوز. طيب كابتن عبد الله، اليوم فوز البوشي كان في الاحتياط، التفكير سليم من مدرب فريق النجمة؟ والله كان خارج مصاب المباراة اللي فاتت يعني. هو مصاب كان اليوم العصر، كان عند الكابتن محمود في النادي يعمل تقوية. هو مصاب فعلا يعني. يعني يمكن هذا سبب يعني انه عدم ادراجه في التشكيل، انه مصاب. اكثر من كذا ما اعتقد انه في شيء يعني. عنوان المباراة قمة مبكرة. عنوان المباراة فوز مستحق للنجمة. ايه. أعزائي المشاهدين، نروح للمباراة الثانية اللي جمعت ما بين فريق السلام والجبلين. الحقيقة أنا بجري اللقاءات ما بين لعيبة السلام قبل بداية المباراة، وأنا بكلمهم أقول لهم ايش توقعاتكم؟ كلهم يقولوا فايزين. واضح. فايزين. واضح. الشوط الأول يعني كأنهم في حلم. حدثت مفاجأة. صح. بعد ذلك تعدل الوضع. صح. لكن ايش تعليلك الموضوع؟ هي تحليلي في الموضوع هي الثقة الزايدة اللي نزل بيها فريق السلام. وهذه مشكلة الفرق اللي بتكسب بأداء، وبالأخص لما فريق يكون الآن في بداية البطولة ويفوز على فريق قوي. يعني فريق السلام فريق جيد، وفاز على فريق النجمة بكل نجوم اللي احنا شفناهم. فاعتبر نفسه انه هو وصل النهائي من بدري، او انه طموحه علا وسقف السقف حق طموحاته ارتفع مرة. فمن هنا نزلوا المباراة بثقة زايدة، فبدأ
يعني يتسحب منه البساط شوية شوية لحين ما تدارك الأمر، حتى من المدرب نفسه أو من القائم على الفريق بأنه يريح بعض اللاعبين. هذه وجهة نظر أنا أعتبرها كويسة. بس لما تكون أنت عامل إعداد نفسي للاعبين كويس، يبقى أنت تريح أفضل لاعبين عندك. لكن أنت ما دام أنت ما عملتش إعداد نفسي للاعب جيد أو للفريق ككل بطريقة سليمة، فلا تريح أفضل لعيبة عندك. فهذه كانت المشكلة اليوم. كابتن عبد الله، الجبلين عبد الله فرحان لوحده؟ عبد الله تقريبا لوحده، يمكن مع لاعب اللي اسمه مشعان مظبوط. فهد مدري خالد، جيد هذا كان معه. بعد ذلك يعتبروا لاعبين عاديين يعني، جمل الله حالهم، الله كثر الله خيرهم يعني. ومع ذلك انطرد يعني. انطرد قرار سليم يعني من الحكم، صار احتجاج على. انت بتجامل الحكم يعني ولا؟ لا ما جامل الحكم، لكن في النهاية اكيد قرار الحكم سليم. ترى احنا اجرينا مع اللقاء الكابتن عبد الله، ما راح نحطه في البرنامج، راح تلاقوه في برنامج هي تعال وشوفوا تصريحاته لماذا اخذ الكرت. وانا قلت له عليك ملامه انك لازم تكون حذر، لان انت عليك الكرت الاصفر الاول مستحق، ومكان مستحق اكيد مستحق، لكن الثاني هو تقرير الحكم. قلت له لازم تكون يعني اقل احتكاكا واقل جدليه مع الحكم، لانه في اي لحظه ممكن تاخذ الكرت الاصفر الثاني واخذته، بالتالي انطردت وانحرمت الان من البطوله. صحيح. يعني ممكن اذا فريقك ما تاهل انحرمت الان من البطوله، مع انه كان افضل لاعب جيد جدا جدا جدا، وكان عمود فقري يعني. كان عمود فقري، وكان يمكن كمان يوصل انه هو يكون افضل لاعب في المباراه، ولا كان الهدف الثاني يعني. ايوه، وجندي مجهول وتسديدات وقوه وفي كل مكان في الملعب لحاله فعلا، لوحده يعني فعلا. كان ينزل منطقه الدفاع وياخذ الكوره ويطلع بها. هذا هو لاعب صندوق يعني، لاعب هداف. المفروض يكون كذا، يكون له صانع لعب. هو صار لاعب صانع لعب، فياخذ من وراء ويطلع لمنطقة ال18 بدليل الشد العضلي اللي قاله في الشوط الأول من دبل باص من فواز فرحان. عمله له، كان واخد الكرة من نص الملعب، راح وصل لل18، عمل تسديدة اتقطعت منه، رجع قالوا الشد العضلي. فانا اتوقع ان كان فعلا مجهود قوي عليه النهارده يعني. طب ايش اللي فرق بهيك الجبلين من المباراه الاولى من امام غيره، امام اليوم قدام السلام يعني، من اول مباراه ما بين اول مجموعه واخر مجموعه، ومع ذلك ادى مظبوط اداء جيد. حماس اكثر من كذا ما في. سقف الطموح ما يتعدى انه يعني للفوز، لكن كان عنده حماس يعني، حماسه كان كبير، خاصة يبغى يعوض حتى الحارس. لو لاحظت انه مغيرين الحارس. ايوه. لان انت اعتقد انك انتقدت الحارس في اللقاء، فغيروا الحارس. احنا كمعلقين احنا نقول. وهذا انا اتوقع ان البرنامج الاستاذ احمد اتوقع ان عامل صدى كويس، والحمد لله يعني. نتمنى ان احنا نكون موفقين فيه ان شاء الله باذن الله. والتحكيم الحكم المباراة الأولى الأستاذ علي العتيق، كابتن محمود، إيش رأيك فيه؟ أستاذ علي قدم مباراة جيدة جدا، وأنا عجباني رؤيته في الملعب وفي قراراته التحكيمية في 90% من أوقات المباراة. ويعتبر أخطاء ما أثرت على سير المباراة، ولياقته تعتبر يعني لياقة جيدة، لأن المباراة كانت إلى حد ما سجان يعني، ما فيها احتكاك كتير. الفريقين حتى كم كورة لما نزل طلال سويلم المباراة الأولى، لما نزل بعض التغييرات على النجمة كانت شغالة شغل كويس في كورة. فهو كان حتى الحكم كان مستمتع يعني، انت تتمتع، حتى الحكم بيحب يستمتع بالمباراة. والكابتن علي هو من الحكام اللي تحب تستمتع بالمهارات والفنيات. فما اشوف في اخطاء اثرت على سير المباراة. مباراة سهلة واداء التحكيمي جيد جدا، ومنها يعني
قوية لأنه تحدد مصير فريق النجمة. مزبوط. لكن المباراة تحكيميا سهلة جدا. تحكيميا سهلة، وكان فيها كورة من طرف النجمة وبعض الفنيات الفردية من غيره. طيب لكن أنا بروح المباراة الثانية وبالذات الحكم تيسير الكردي. أيضا بعد ما أجرينا لقاءات مع فريق الجبلين، ما أبغى أتكلم إلا بعد ما تقول أسمع كلامكم، أعطوني إياه بالتفصيل. إيش رأيكم فيه كابتن تيسير؟ والله تيسير أنا زي ما قلت لك شهادتي مجروحة فيه، يعني بحكم إني رئيس اللجنة التحكيمية لكن أعتبره ممتاز، يعني ما في اعتراض. يعني أنا مثل أقول لك نجاح الحكم وفشله في إنه مثلا يضيع على الفريق، يعني الأخطاء تكون كارثية، مثلا ضربة جزاء غير محتسبة أو ضربة جزاء محتسبة بالغلط. هو في نقطة أبغى أتكلم فيها من ناحية عشان برضو الكابتن تيسير صورة سريعة عشان وقت البرنامج. عشان الكابتن تيسير الانذار الثاني هو يعتبر هو اللغط اللي كان في الموضوع. عبد الله فرحان واخد الانذار الاول انذار مستحق، الانذار الثاني لعبد الله فرحان كان عبارة عن اعتراض. المفروض ان الكرة في ضربة البداية بتطلع الكرة للامام قدام الخط، هذا الخط المفروض الكرة تمشي للامام، هو مشاها للخلف وحاول يلعبها على مرة واحدة في الباب في مرمى الخصم. بعد ما لعبها الحكم صفر، لان المفترض الكرة لا تحتسب الا لما تطلع للامام. فعبد الله يبدا بقى ايه جدل 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 جدل. فمن هنا الحكم هذا الكلام اللي صرحه الحكم بالظبط وكتبه في تقريره ان في جدل، انت يعني ترى انتوا بتطبقوا النظام علينا بس او حاجه زي كده. فانا حبيت اوضح الصوره دي. بس لعيبه الجبلين يقول ترى الحكم مستفز، يعني مستفز هذا شيء مستفز بقراراته. مفترض ان اللاعب حتى لو شاف ان في حكم، مع احترامي في الكلمه مستفز، مفترض ان في حاجه اسمها ثبات انفعالي للاعب. مفترض انك لاعب يكون عندك اقصى درجات الثبات الانفعالي في انك تكون وضبط النفس. هذه هي. وممكن انا اخطا في قرار كحكم، انت برضه لازم تكون هادي. حتى ممكن لو شوف يتقبل، احنا عندنا كمجتمعات عربيه نتقبل القرار الحكم. لو انا فايز انا خسران ما تقبل قرار الحكم، وهذا لازم نغير الثقافه دي شويه. فانا حبيت اوضح وجهه النظر دي على ما قيل على لسان كابتن تيسير. زي الغشاوه كده تبان على عينيك. لازم شويه. طيب اوكي. أعزائي الحضور، نروح الآن لوفرات الجمهور ونرجع لكم مرة ثانية. بس لا تنسوا قدامكم رقم تليفون عليه واتساب، نطلب منكم تسجلوا مقطع سكتش بسيط وترسلوا لنا عن هذا الرابط حتى نطلع في برنامج أوفرات وتدخل معنا السحب اليومي في جائزة الجمهور. تابعونا في سكشات هذا الجاية ونرجع لكم مرة ثانية. السلام عليكم. أحب أبارك لفريق النجمة، بيض الله وجيهكم، ما قصرتم وعدتونا ووفيتم، وإن شاء الله الجاي أزين إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. نشكر اللجنة المنظمة على هذه البطولة الأكثر من رائعة. صباح الخير يا أستاذ أحمد. أحب أحيي فريقي على المستوى الرائع جدا، فريق النجمة، وأقول لهم إن شاء الله فالكم التأهل للدور الثمانية والعقبال الكاس إن شاء الله، بالعزيمة والإصرار إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نروح لمواجهات مباريات الغد. سوف يلتقي في المباراة الأولى فريق الترجي مع فريق العذيب في تمام الساعة 11:15، ويعلق هذا المباراة محدثكم الأخ أحمد النجدي. وفي المباراة الثانية سوف يلتقي فريق الميلان مع العلا سيتي في تمام الساعة 12:45، ومعلق هذه المباراة الكابتن فواز البوشي. طيب توقعاتكم لهذه المباريات؟ المباراة الأولى ما بين العذيب والترجي. هذه المباراة تعتبر يعني نقول تحدد ثاني المجموعة تحديدا. وأول المجموعة أول المجموعة قد يكون محسون للعلا سيتي.
قد يكون حتى الان العذيب ترى هي الاول. ولو كان، لكن لو فازت العذيب، على المعطيات لو فازت العذيب، مظبوط. لو فازت العذيب لو فازت العذيب هي ما زالت الاول، ما زال فارق الاهداف عن العلا سيتي. انا عارف هذا الشيء، لكن انا بتكلم على المعطيات الفنيه. يعني الفريق العلا سيتي والعذيب، يعني العذيب في المباراه الاولى فريق جيد، انا ما انكر هذا، لكن العلا سيتي يعني عند يعني سقف طموحه اعلى. تمايل العلا سيتي كثير. لا اطلاقا، انا ما اميل لاي فريق حقيقه، يعني اكون حتى في الصوره ما اميل لاي فريق. توقع كم النتيجه؟ العذيب والترجي. والله العذيب والترجي تتوقع انها تحسم للترجي او تعادل. اهداف كثيره؟ لا لان هذول الفريقين يعني على مستوى كبير، يعني ما اعتقد ان اهداف كبيره، يمكن 1-0 او 1-1 او 2-1 بالكثير. والعلا سيتي والميلان لا محسومه للعلا سيتي، ما فيها كلام، ما في كلام ابدا. ما فيها كلام اطلاقا. كابتن محمود، المباراة الأولى العذيب والترجي. العذيب والترجي أنا أتوقعها خبرات العذيب ممكن تكسب كفريق العذيب. المباراة الثانية أتوقع إن هي بنسبة كبيرة كفة العلا سيتي أرجع بشكل كبير. ما في شيء كبير في الكورة، يعني ما نتوقع الحين شيء كبير أرجح بشيء كبير أو بوقت أو بوضع كبير. يعني أنا أتوقع إن هي تبقى أرجح، لأن ميلان سريعين، ما تدري إيش هم بيسووا. ترى فريق ميلان عنده مهارات كورة مختلفة عن اللي بتدرس. بالضبط. بيسووا مهارات مع السرعة، مع لاعب سريع وبيسووا مهارة مختلفة عن اللي احنا اتعلمناه في الكورة. فسبحان الله ما تدري إيش هيسووا هم، عندهم أكتف نشاط عالي أوي. لكن أنا يعني أبغى أكون محلل زيكم، لو إنه زاد عنصر المجموعة والجماعة وروح الفريق الواحد، فريق الميلان ممكن يسوي شيء. مظبوط. لكن دائما الفرديات موجودة قدامهم طاغية. هذه هي، الله ينور عليك. بس أنا أشوف اللعيبة دول صعب يلعبوا جماعي، صعب يلعب جماعي. أنا أتوقع إنه هو طلع على الكورة بيلعب فردي، ما بيلعب جماعي. أنا كده واحد قابلني من الجمهور يقول لي أنا من يومه هذا الفريق وهم كده. هو كده، أيوه هذا الكلام. فإحنا نتمنى إن هم يلعبوا لعب جماعي عشان نشوف مباراة حلوة. أضيف إلى ذلك العلا سيتي عنده مدرب قدير الأستاذ علي، يعني يستطيع أنه يسير المباراة كيف ما يشاء. حنرجع لها إن شاء الله بكرة عشان وقت البرنامج، معلش اعذرنا. ما عندك مشكلة. طيب أعزائي المشاهدين، تابعونا في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة أمامكم على الشاشة، في أسفل الشاشة طبعا، في السناب شات وتويتر والانستغرام، وقناة اليوتيوب نادي مدرسة الحي عثمان بن عفان، والفيسبوك. تابعونا وسووا لنا لايك وسبسكرايب وكل حاجة، بس اللهم شاركوا معنا، وبالذات فقرة وفرات الجمهور. ترى احنا بنعاني، امس ما نزلنا مقطع لانه ما جانا شيء، نبغى اليوم وبكره 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 كله تنزلوا. الله يعطيكم العافيه، شكرا يا كباتن ما قصرتوا معنا، اتعبناكم معنا ما شاء الله كل يوم. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، نشوفكم على خير. الله يعطيكم العافيه، والله.